فنانين وفنانات انتهت حياتهم بطريقة غير متوقعة، انتهت بطريقة مأساوية ومحزنة جدا لجمهورهم اللي كان بيحبهم وبيستمتع بأعمالهم. خلونا في حلقة النهاردة نستعرض 10 فنانين اتوفوا بطريقة غريبة شوية. الفنان محمد عبد الوهاب كان شديد الوسواس وبيخاف جدا انه يتعب وما يلاقيش دكتور يعالجه، وكان مسجل كل ارقام الدكاترة اللي يعرفها، وكان دايما معاه منديل بيحطه زي كمامة كده على وشه عشان طبعا ما يتعديش من اي حد بيكح او بيعطس. ما كانش كمان بيقدر يزور حد من زمايله في المستشفى لو حد فيهم تعب، ورغم حرصه الشديد ومحافظته على صحته الا ان طريقة وفاته كانت عن طريق شنكلة، او زي ما بنقول احنا كده اتكعبل في السجادة، وساعتها وقع على الارض وتسببت الوقعة دي بجلطة في المخ اللي مات بعدها فورا. الفنان عبد المنعم اسماعيل فضل يدور لمدة 2 سنين عن فرصة عمل في السينما بعد ما تجاهلوا المنتجين والمخرجين بدون سبب. اتراكمت عليه ساعتها الديون واضطرد كمان ولاده من المدرسة، فحس باليأس وانتحر ورمى نفسه في النيل سنة 70. الفنانة أسمهان اللي توفت بطريقة غريبة، هي غالبا ما توفتش بطريقة طبيعية، هي اتقتلت. كانت هتصور فيلم مع الفنان يوسف وهبي، بس قالت له هاخد أجازة واسافر راس البر وارجع لك نبدأ تصوير. وفعلا سافرت مع صاحبتها، وهم في الطريق العربية وقعت في المية وغرقت هي وصاحبتها. لكن لحد النهاردة السواق اللي كان سايق عربيتها محدش يعرف هو راح فين ولا اختفى فين. الناس قالت إن السبب في وفاتها هو السياسة، لأن يقال إن أسمهان كانت جاسوسة، وناس تانية قالت لا 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 لا، ما كانتش جاسوسة، ده حادث مدبر من فنانة كده منفسنة منها وعايزة تخلص من أسمهان. بس تضاربت الأقاويل، ولحد النهاردة يبقى سر وفاة أسمهان سر غامض. الفنانة ميمي شكيب اللي اتقتلت في شقتها، حد رماها من شباك شقتها في وسط البلد. القضية ساعتها اتأيدت ضد مجهول، ولحد النهاردة محدش عارف مين السبب في قتلها. قبل وفاتها كانت بتعاني من حالة نفسية سيئة بسبب القبض عليها مع فنانات شابات وقتها اتهموها بقيادة شبكة دعارة، وكانت قضيتها دي حديث الصحف والمجلات ساعتها. ورغم ثبوت براءتها إلا إنها قررت الابتعاد والانعزال لفترة كبيرة، ودخلت مصحة وخرجت عشان تقدم آخر أعمالها الفنية فيلم السلخانة. علشان كده ناس رجحت إن ممكن تكون هي اللي انتحرت، لكن المقربين منها أكدوا إنها اتقتلت وقالوا لأ ما انتحرتش. وفضل لغز وفاتها لحد النهاردة زي لغز وفاة السندريلا كده. الفنان محمد رضا اللي توفى وهو بيعمل حوار مع صحفي في رمضان، وده كان سنة 95. ساعتها كان بيصور مسلسل ساكن قصادي، ورجع البيت بعد التصوير وفطر مع ابنه اللي كان جاي بيزوره بالصدفة قبل الفطار. ومحمد رضا صمم ان ابنه يقعد ويفطر معاه هو ووالدته. وبعد الفطار اتصل صحفي على البيت وعمل معاه حوار، وخلال المكالمة السماعة وقعت من ايده وتوفى بأزمة قلبية مفاجأة. أخد ابنه السماعة ورد على الصحفي وقال له بابا توفى، وكان الصحفي في ذهول من الموقف. المطرب السعودي طلال مداح اللي توفى خلال حفلة غنائية على خشبة المسرح وسط جمهوره، كان مندمج وماسك العود بتاعه وفجأة وقع من على الكرسي ومات، وكانت صدمة لكل محبيه. والفنان إبراهيم عبد الرازق اللي مات برضو على خشبة المسرح، وده كان خلال مشاركته في مسرحية كعبلون مع الفنان سعيد صالح، وتعرض ساعتها لأزمة قلبية مفاجأة وتوفى على المسرح سنة 87. وكمان الفنان مصطفى متولي اللي رحل خلال عرض مسرحية بودي جارد، ودي كانت آخر أعمال الزعيم المسرحية. وقع مصطفى على الأرض نتيجة أزمة قلبية مفاجأة في سنة 2000، واستبدل عادل إمام دور مصطفى متولي بالفنان محمد أبو داود. والعروض ما توقفتش، وفي أول ظهور للفنان محمد أبو داود على خشبة المسرح انهارت رغدة من البكاء، وساعتها اتقفلت الستارة بشكل مؤقت وانهار الزعيم. الفنان محمود المليجي اللي رحل خلال تصويره لأحد المشاهد، والصدفة إنه كان بيجسد وفاة الشخصية اللي كان بيأديها. المخرج هاني لاشين كشف كواليس رحيله أثناء تصويره لفيلم أيوب، وقال إن محمود المليجي كان بيستعد للمكياج وطلب فنجان قهوة، وفجأة وبدون مقدمات بدأ يتكلم مع الفنان عمر الشريف وقال له الحياة دي غريبة جدا، الواحد بينام ويصحى ويصحى وينام. وساعتها نام فعلا، وضحك عمر الشريف على دقة تمثيله، بس استغرب بعدها إن دي فعلا كانت نهاية شرير السينما المصرية. الضيف أحمد اتوفى أثناء عمل بروفات مسرحية الراجل اللي جوز مراته، واللي هو كان برضو المخرج بتاعها. كان في مشهد إن الحنوتي بيحط الضيف أحمد في تابوت علشان ياخد مبلغ التأمين على حياته، وأثناء عمل بروفة المشهد ده اتوفى فعلا الضيف أحمد، وكأنه جسد لحظة وفاته الحقيقية على المسرح. انهار سمير غانم وجورج سيدهم، وغابت بعده فرقة ثلاثي أضواء المسرح. وفي نهاية الحلقة يا ريت ندعي لهم بالرحمة.